بمناسبة مستشفى الشاطبي، هو ليه معظم دكاترة النساء بيكونوا رجالة؟ مع ان التخصص ده المفروض الأحق بيه فعلا الدكاترة الستات، بما ان يعني المرضى كلهم سيدات ومعظم الأمراض بتكون في الجهاز التناسلي، وده ليه أسباب كتير جدا، أهمهم ان التخصص ده من أكتر التخصصات الاسترسفول في الطب، كمية ضغط نفسي وعصبي وتوتر رهيبة. تخيل كده معايا ما تكونش مسؤول عن روح واحدة بس أو حالة واحدة بس، لا انت مسؤول على روحين، الأم والطفل، ودي حاجة صعبة جدا وبتحط مسؤولية كبيرة جدا على الدكتور. حاجة تانية وهي الأوقات الغريبة اللي بيشتغلوا فيها، سيبك بقى من ولادات التيك توك وتعالى نعمل فلوج الولادة ويوم الولادة وليلة الولادة وكل العبثيات دي. في حالات ممكن نيجي لها طلق الولادة الساعة 3 الفجر أو الساعة 2 أو أي وقت ممكن نيجي في بالك، فالدكتور لازم يكون جاهز ومركز وفايق عشان يعرف يتعامل مع الحالة وما يحصلش أي مشاكل. تخيل معايا كده تكون لسه مخلص عيادة وعمليات ومروح بيتك على 12 ولا واحدة أو 2 بالليل وهتموت وتنام، تلاقي تليفون جاي لك من المستشفى، الحق ده في حالة ولادة طارئة والجنين حالته مش كويسة ولازم تيجي المستشفى حالا. وطبعا ده شيء صعب جدا على معظم البنات، خصوصا لو متجوزة وعندها زوج وأسرة وأطفال وبيت. حاجة تالتة وهي إن التخصص نفسه تخصص تقيل محتاج مجهود كبير جدا سواء في التعليم أو التدريب، غير إن نبطشاته بتكون عددها كبيرة جدا. ده غير ان التخصص اصلا فيه فرايتي كبيره وتخصصات كتير، في ناس بتشتغل ولادات، في ناس بتشتغل امراض نساء، في ناس بتشتغل اورام، في ناس بتشتغل مناظير، في ناس بتشتغل حقن مجهري واطفال انابيب، وتخصصات كتيره جدا جدا جدا. طبعا ده غير الكومبليكيشنز او المضاعفات الكتير اللي بتحصل سواء بسبب الولادات او سبب العمليات الكبيره، وبيحصل بعدها مشاكل كبيره جدا للدكتور، في ناس بترفع عليها واضي وفي ناس بتتحبس واسباب تانية كتيرة جدا جدا. فمعظم الدكاترة البنات بتفضل انها تتجنب الضغط او الاسترس ده وتتجنب المشاكل من الاساس وتاخد تخصص يكون خفيف شوية واهدى، بحيث انها تقدر توازن بين حياتها وبيتها واسرتها واطفالها وبين الطب لو قررت انها تشتغل. وفي ناس بتريح دماغها اصلا وتتجوز وتقعد في البيت. فيعني تحية كبيرة جدا لكل بنت او كل دكتورة بتضحي وتاخد تخصص من التخصصات الصعبة او التخصصات الجراحية علشان تكون سبب في ستر بنت زيها او تكون سبب في راحتها. انا دكتور عمر صبري حسان والف سلام.